أهلا بيكم، أنا سامية علوبة. النهاردة حابة أتكلم معاكم على موضوع بسمع ناس بتتكلم فيه كتير، وهو إلى أي مدى الواحد يعتمد على الأشخاص اللي حواليه اللي قريبة منه. فإحنا فعلا كلنا عايشين في أسرة وسط عيلة مجتمع، متحاطين دايما بناس، وده بيدينا إحساس بالأمان والائتمان. إمتى بيبقى الشعور بالاعتماد على اللي حوالينا، أو مش بس الشعور، التصرف ان احنا بنعتمد على حوالينا بيبقى مش في صالحنا لو ده زاد عن حد معين. فاحنا مهم نفتكر دايما انه بالرغم من احنا محاطين بناس كتير بيحبونا، لكن برضو في الاخر احنا لوحدنا، احنا شخص مستقل. في حاجات ما تقدرش تحصل الا لو جاية مننا احنا فقط، من جوانا احنا اللي عندنا قوة الارادة او لا. لو عاوزين نتحكم في حاجة معينة عشان مثلا نتجنب حاجات معينة لصحتنا، أو نزاول حاجات معينة عشان صحتنا، احنا الوحيد اللي نقدر نتصرف في ده. ايه العلامات ان احنا زودنا في الاعتماد على الآخرين؟ لو مثلا حد مننا يلاقي نفسه ما يقدرش يقعد أكتر من يوم أو يومين لوحده، سواء في البيت، إنه يكون لوحده يفوت عليه يوم ويومين يبتدي يبقى مشلول، فده معناها إنه هو معتمد جدا نفسيا وذهنيا وجسديا، إنه لازم في حد اللي بيسنده. طبعا في أوقات للأسف ظروف صحية شديدة بتخلي الشخص محتاج لحد يبقى معاه طول الوقت، سواء هو ما بيتحركش فهو على كرسي محتاج مساعدة. دي بتبقى ظروف غصب عن الواحد، لكن طول ما احنا بنتحرك قادرين نمشي لوحدنا نتصرف، لازم نعود نفسنا ازاي نتصرف، نعتمد على نفسنا. بيبان امتى؟ لو الواحد مش قادر ياخد قرار غير لما يسأل حد قريب منه. فمثلا نروح الحتة الفلانية، حتى قرار يروح فين امتى بيبقى الشخص مستني ياخد تأكيد من حد تاني. دي بتبقى امتى خطر، مش بس بقى ان نروح فين، عادي انه اوقات احنا مجموعة وعايزين نروح مثلا ناكل في حتة معينة، فبنسأل وبناخد برأي الأغلبية. مش ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على لو حد عايز يدرس حاجة معينة مش قادر يقرر غير لما يسأل أهله، يسأل أصحابه، وبيتأثر بآراء الآخرين. لو حد عايز يشتري بدلة أو فستان، برضو ما بيقدرش يتأكد، لازم يسأل حد جنبه، هي دي حلوة أنا أخد دي. لو حد عايز يجيب هدية برضو ما يقدرش يتصرف غير لو يسأل. في قرارات معينة لازم نتعود إنه إحنا اللي نعرف ناخدها لوحدنا. طبعا في قرارات أهم من قرارات، برضو إنه نشتري حاجة أو لا ما يمنعش بناخد رأي الناس، لكن في الآخر لنا إحنا رأينا. حاجة هنلبسها لها إحنا رأينا، لأنه في إحنا نفسنا المود بتاعنا بيتغير. ممكن نصحى النهاردة المود بتاعنا نلبس أزرق، بكرة المود بتاعنا نلبس أحمر، وده بيبقى له علاقة جدا بالراحة النفسية. فيبقى أنا ما خليش حد يقلق راحتي النفسية إنه يقول لي رأيه هو وأنا أمشي على رأي حد تاني. همشي على اللي يريحني ورأيي. في نفس الوقت بقى قرارات زي ما قلنا اللي هي أهم شوية، مش عايزة أقول أهم شوية، مختلفة. أقرر أدرس إيه، أقرر أشتغل إيه، أقرر أعيش فين، أقرر هختار مين شريك حياتي. كل دي حاجات يستحسن تيجي من نفسنا، فهي مرتبطة كمان بإيه؟ بثقتي بنفسي. إنه دي موضوع تاني، إزاي الواحد بينمي ثقته بنفسه.